النادي الاهلي لو كان قاعد يلعب من هنا لبكره ما كانش هيجيب اجوان، لان احنا عندنا مهاجمين تعبانين جدا، اذا كان محمد شريف ولا شادي حسين. اهلا بك اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا. النهارده كان استكمالا لمباراه الجوله ال 13 وكانت مباراه النادي الاهلي والمصري واللي انتهت بالتعادل 0-0. اسبوع ال 13 كانه ما اتلعبش، كل الفرق اللي بتنافس على المقدمه محلك سر، وكأن الاسبوع اصلا ما جاش. ابتدى النادي الاهلي النهارده بتشكيل مكون من محمد الشناوي، ابراهيم، محمود متولي، محمد هاني، علي معلول، ونص الملعب ديانج والسوليه، نص الملعب الهجومي حسين الشحات وقفشه وبرونو سافيو، وقدامهم محمد شريف. يبقى لك بالتشكيل من تشكيل مميز وتشكيل هجومي، وده في الغالب بيكون التشكيل اللي الاهلي بيلعب بيه باستثناء بعض التغييرات الاضطراريه. الاهلي لعب مباراه حماسيه من بدايتها لنهايتها، وكان مستحوذ على المباراه بنسبه كبيره جدا تتخطى ال 60%، ولكن النادي الاهلي ما استطاعش يحرز اهداف، والمصري كان ممكن يكسب في اكتر من هجمه مرتده، خصوصا هجمه الشوط الاولاني اللي اضحى جريندو وصدها محمد الشناوي ببراعه. كمان النادي الاهلي راح له اكتر من انفراد واكتر من كوره، لكن رعونه المهاجمين او فشلهم مش ما قدروش يترجموها لاهداف، وخصوصا كوره شادي حسين اللي جت في الشوط الثاني، والرفعه اللي كانت على دماغ حمدي فتحي يعني قبل ما الحكم يصفر بدقيقتين، وهو في قلب الست يارده حط الكوره بره. ازاي؟ ما اعرفش. مشكله اضاعه الوقت مشكله صعبه جدا في الكوره المصريه. حارس المصري النهارده حاجه يعني انبليفابل، يعني ضربه المرمى بتاخد دقيقه ودقيقتين، يعني تحس ان الهاني سليمان في نفسه وكم مره واقف في المنطقه. الكوره في مصر كوره فاشله جدا جدا، طول ما الفرق اللي بتلعب قدام الاهلي والزمالك بتلعب على التعادل وان ما يجيش فيها اجوان، مع ان الفرق دي لو لعبت ممكن تجيب اجوان وعادي، وممكن تطلع تعادل، يعني تجيب اجوان وتطلع تعادل او تجيب اجوان وتكسب. الاتحاد كان ممكن يكسب الزمالك امبارح، والنهارده المصري كان ممكن يكسب الاهلي، ولكن الفرق كلها بتيجي قدام الاهلي والزمالك وبيلعبوا زون ديفنس ويتعمدوا اضاعه الوقت، ودي حاجه صعبه جدا جدا في الكوره المصريه. اتمنى من الاتحاد المصري يخاطب الاتحاد الدولي ويطبق تقنيه الوقت الضايع، عشان نشوف بقى وقت ضايع بربع ساعه ونص ساعه ونشوف مباريات حلوه. والجدول زي ما هو، فرق النقاط زي ما هو، الاهلي في المركز الاول برصيد 31 نقطه، يليه فيوتشر في المركز الثاني برصيد 27 نقطه، بعدين الزمالك برصيد 26 نقطه. مفيش اخبار جديده تتقال، موضوع كهربا زي ما هو، الاهلي مستني خطاب رسمي، وموضوع عبد الله جمعه واحمد فتوح زي ما هو مستنيين تحليل المشتات اللي هو المفروض يبقى يوم قبل يوم 15. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، اشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله. الكوره مع ميجا.